صباح الخير، صباح القشطة، صباح اللبن الحليب، صباح الجبنة القمر اللي انتوا شايفينها دي. كل سنة وانتوا طيبين. تعالوا نعمل بقى الجبنة القمر اللي احنا شايفينها دي مع بعض كده، واقول لكم على اي تريكات بسيطة ممكن نقع فيها عشان الحاجة تطلع مظبوطة جدا معانا. بس قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. لو اول مرة تشوفوني ما تنسونيش بقى في اللايك والشير. معايا 4 كيلو من اللبن، انا حابه اعمل 3، حابه اعمل 2، حابه اعمل 10 كيلو، هنعملهم بنفس الطريقه. انا هجيب حله، سخنت الحله بتاعتي على البوتاجاز، وبعدين هبتدي انزل فيها باللبن بتاعي، يعني مش هدفيه على البوتاجاز زي ما احنا شايفين كده. طبعا انا حطيت المصفى عشان اللبن لو فيه اي شوايب. طيب انا لو اللبن عندي كان في الفريزر يعني متلج معايا، هطلعه من الفريزر وهسيبه في المطبخ لما يفك مني خالص من التلج ده ويسيح بعد كده ويوصل لدرجة الحرارة العادية، وبعدين هتعامل معاه زي ما احنا شايفين كده بالظبط. لو كان بقى في التلاجة هحطه على البوتاجاز في الحلة ان هو يدفى زي دمع العين. تمام كده. انا بقى حطيت اللبن بتاعي، طبعا لو الكمية كترت مني مش هستعمل حاجة واحدة، يعني مش حلة واحدة، ممكن استعمل حاجتين 3. طبعا ممكن اعمله في فخار، ممكن اعمله في ستانلس، ممكن اعمله في ألمونيا، اي حاجة موجودة عندنا ما بنقفش على حاجة. هنا دول كانوا 3 كيلو ونص زي ما احنا شايفين. بعد كده انا روبته ازاي بقى، شغلت الفرن لمدة ربع ساعة. لما الفرن سخن معايا بعد كده دخلت عليه باللبن بتاعي وسبته. طبعا طفيت الفرن، ما دخلتش اللبن وهو الفرن شغال. بعد كده بقى سبت اللبن ده من بالليل لتاني يوم الصبح، يعني لمدة 12 ساعة، كل 3-4 ساعات تقريبا. بشغل الفرن 5 دقايق بالظبط وبطفيه، ما سخنوش جامد. بعد كده هبشوف اللبن لو هو مسك معايا بدخله بقى التلاجة لمدة 2-2 عشان تبقى القشطة سهلة وانا بشيلها زي ما احنا شايفين مع بعض كده. تمام كده. طيب انا لما شلت القشطه بقى، لو لقيت اللبن مربش معايا ولسه فيه ميه، يعني احنا شايفين اللبن تحت اهو بقى جبنه، يعني رب معايا بقى باين. طيب انا لو لقيته لسه فيه لبن، يعني هو لسه لبن بس ما مسكش، هعمل ايه؟ هشغله الفرن تاني. هشغله الفرن تاني معلش لمده برضو 10 دقايق كده، وهدخله وهسيبه لمده نص ساعه لساعه مش اكتر من كده، وهلاقيه بقى جاهز معايا. وما تستعجلوش، كل ما هيكون لسه مربش هنسيبه، ما نستعجلش عليه. تمام كده. بصوا الجمال بقى، بقت كده اللبن جاهز معايا حلو جدا، وده الشرش اللي ايه اللي في الجبنة بتاعتي. انا هنا بقى جبت اي مصفى عندي وحطيت تحتها اي حاجة عشان المية اللي فيه او الشرش اللي فيه ينزل فيها او يتصفى فيها، ونزلت بقى باللبن الرايب زي ما احنا شايفين كده. ابتديت ان انا بقى افك التكتلات اللي في اللبن دي واحدة واحدة، عشان خاطر كده تبقى جبنة معايا ناعمة وتبقى طرية وحلوة. تمام. في كمان حاجة انا عايزة اقولها، ان عن تجربة ان اللبن، الناس بشوف فيه ناس كتير بتروب اللبن ده عن طريق ان هي مثلا بتحط تحته دفاية او اي بطانية وفوقيه نفس الحاجات دي وبعدين بتتعامل فيه. الطريقة دي ماشي، بيطلع معاكي النتيجة كويسة، بس بصراحة الجبنة بتكون فيها مزازة، مزازة جامدة قوي كده، والقشطة بتبقى نفس الطريقة، يعني الجبنة ما بتبقاش احلى حاجة معانا. لكن هي مثلا ان انا اسيب اللبن بتاعي في مكان دافي لو احنا في الصيف، او ان انا اساعد اللبن بتاعي ان انا ادفي الفرن واحطه فيه في الشتاء، النتيجة بتبقى حلوة جدا. وعلى فكرة ممكن ان انا اسيب اللبن ده يروب من غير ما اغطي بالغطا بتاعه، لان اللبن بيتنفس معايا فبيديني نتيجة احلى واحلى. هنا بقى انا حطيت معلقة من الملح، معلقة ونص، وقلبت الملح مع الجبنة كده عشان تبقى متحيقة وطعمها كويس معايا. لميت بقى الشاشة بتاعتي او القماشة عليها وابتديت اظبطها كده. بعدين ابتديت اخد الشرش ده هحطه على البوتاجاز، هغليه واسيبه لما يبرد معانا، عشان خاطر هو ده اللي هحفظ فيه الجبنة لو انا عاملة كمية كبيرة وخايفة ان هي تبوظ مني. هنا بوريكم القشطة اللي طلعت معانا تاني، ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بعد كده حطيت بقى فوق الجبنة اي حاجة تقل عليها، ممكن احط حلة مية تقيلة بحيث ان هي تنزل الشرش معايا بسرعة.
بعد طبعا هي قعدت هنا معايا ساعتين 2 وابتديت افتح عليها زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله كانت بقت جاهزة معايا جدا. هبتدي بقى افضل الجبنة بتاعتي زي ما احنا شايفين، وكده المصفى دورها انتهى. وتعالوا نشوف شكل الجبنة بتاعتنا بقى هنقطعها ازاي. جبنة اللي بنعملها في البيت دي فعلا ملهاش علاقة باللي بنجيبها من الفلاحين تماما، هي بتبقى بخيرها جدا، وبتبقى تحس ان انت بتاكلي جبنة ناعمة قوي كأنها قشطة مش جبنة. وبجد بجد جربوها. هي اللبن ما تستغلوش اللبن، يعني يعني ايا كان سعر اللبن، هو في الاخر القشطة والجبنة اللي هيطلعوا فعلا فعلا هيعوضوا تمن اللبن كتير جدا. تمام كده. دي الجبنة بتاعتي بعد ما قطعتها بقى، بسم الله ما شاء الله. طبعا هي المصفى بس كانت كبيرة، لو كانت مصفى صغيرة شوية كانت هتبقى القطع الجبنة كبيرة شوية عن كده معايا، وكان ممكن ان انا اشكلها بعيد عن المصفى تماما، بس انا قلت هي مش هتفرق كده، حلوة جدا. طبعا انتوا شايفين ازاي طرية وازاي حلوة جدا. طبعا اللبن لما يكون لبن بخيره، يعني لبن من الفلاحين كده، بيبقى يعني حاجة مضمون، اجيب اللبن من مكان مضمون عشان يطلع لي حاجة كويسة. تمام كده. جبت بقى علبة تلاجة وقطعت اكياس تلاجة او اكياس من بتاعة اللبن اللي احنا شايفينها دي، قطعت الكيس كده على قد قطعة الجبنة، وابتديت كل قطعة كده الفها في حتة من الكيس او في قطعة من الكيس كده. طب ليه؟ عشان خاطر الجبنة ما تبقاش بقى فوق بعضها وتهري بعضها. شايفين الجمال والقمر يا جماعة، ما شاء الله. طبعا احنا لما بنعمل حاجة بقى في البيت كده وبتبقى يعني تنجح معانا، بنبقى مبسوطين جدا جدا. يكفي ان احنا بنعمل الحاجة في البيت بنظافة كده وحاجة مضمونة يعني. هنا بقى الشرش حطيت عليه معلقة من الملح وقلبته، وهبتدي انزل بيها على الجبنة بقى واسيبه لو انا عاملة كمية كبيرة وهتقعد معايا وقت طويل. برضو ممكن احط قرن فلفل يديها طعم كده لو احنا حابين، مش حابين تمام كده. والجبنة هنا دي تقريبا كانت 3/4 كيلو، يعني كيلو الا ربع، والقشطة كانت 400 جرام. وكل سنة وانتوا طيبين يا رب.